البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد. النهارده معانا بنات جامده جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، قلت لكم دول مفاجاه، والمفاجاه الاكبر انهم كمان ولاد فنان. معانا بنتين اخوات. البنوته الاولانيه بتعزف على القانون، والثانيه مفاجاه بتعزف على الطبله. بسمه الهجرسي عازفه الطبله، وتقى الهجرسي عازفه القانون. ويا سلام بقى ولاد الفنان جلال الهجرسي الزميل الجميل العزيز. عمل العديد من المسلسلات، منها مسلسل أزمة سكر والدالي وبعض الأفلام، ومنهم فيلم حليم وفيلم سيب ونسيب. يعني فعلا ابن الوز عوام. مساء الفل. مساء النور. طبعا النهارده القعده فنيه جدا والعيله فنيه جدا، وبسم الله ما شاء الله. انا سعيده ببابا قوي. يعني انا عماله اقول اكيد في جينات، اما بيقولوا لي هنجيب لك بسمه وتقى، وبعدين قلت لا اكيد في جينات وجينات قويه، وبعدين في شخصيه قويه. يعني برضو آلتين بتوع رجاله، صح؟ يعني الحمل والتقل ده انه يتحط على رجلك، وانك احنا ب 100 راجل. ب 100 راجل، صح؟ هم اولاد الفنانين كلهم ب 100 راجل، ولا اولاد المصريين كلهم ب 100 راجل؟ بنات المصريين كلهم ب 100 راجل. مصريين. احنا متفقين على كده، صح؟ طيب احنا قبل ما نفتح في الموضوع بقى ونتكلم، احنا نسمع حاجه حلوه كده نفتح نفس المشاهد على الحلاوه اللي احنا فيها. يلا.
الله 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 الله. عايزه اقول لك انا فرحانه بيكوا جدا. اولا بصي يا بسمه، بسم الله ما شاء الله، الايدين يا جماعه، انا عايزه كلوز على الايدين الصغنونه دي. بصوا بصوا ايديها جميله ازاي. تخيلوا انتوا يعني حاجه غير متوقعه ان الايدين الصغننه المقلوظه المبقلظه دي انها تطبل على طبله، والطبله دي برضو عايزه قوه، عايزه عصب، عايزه حد متمكن، يعني عايزه راجل بمعنى اصح. وان انت القانون، ان انت تبقي حاطه القانون على رجلك وقاعده الفتره الطويله دي وقاعده بتعزفي وبتفني وبتطلعي شغل عالي كده. يا جماعه انتوا بجد انتوا قدوه، قدوه للبنات، البنات الرجاله. عارفه البت ب100 راجل. أيوة. انا عايزه اعرف الموضوع ده جه ازاي. بابا بقى اخباره ايه؟ اكتشف فيكم الموضوع ده امتى؟ انا عايزه اعرف كل حاجه. شوفي من كتر فرحتي بيكم عايزه اعرف كل حاجه في وقت واحد. بابا من واحنا صغيرين دايما بيسمعنا اغاني ام كلثوم وعبد الحليم والكلام ده. زمان طبعا ما كناش بنحبها، احنا عايزين بقى حاجات من بتاعه الاطفال وكده. ايوه. بس هو برضو يعني كان يقول لنا هو ده الفن، هي دي الاصاله، هي دي المزيكا، الاغاني اللي مليانه مزيكا فعلا بجد. فكان دايما يقعدنا كده جنبه، اسمعوا كده معايا الغنوه دي، اي اغنيه مثلا لام كلثوم، شايفين الجمال، سامعين اللحن، مش الاغاني بتاعت اليومين دول جملتين وما طب هو بجانب انه هو بيمثل، هل هو عنده برضو حرفه انه يعزف على حاجه ولا ما عندوش؟ لا هو كان نفسه الحقيقه، كان نفسه. ما هو بس ما عندوش وقت. ودانه موسيقيه، يعني يقعد يركز في اي مقطع مثلا موسيقي او لازم موسيقيه، فيقعد بقى يركز ايه، الناي بقى دخل وراه الايقاع هدي، فمش عارف ايه الله. يعني دايما مهتم قوي. حقق حلمه فيكم. يعني ان شاء الله والله العظيم انا متوقعه ان انتوا هتبقوا يعني واجهه لمصر مشرفه جدا ان شاء الله. لا نسمع حاجه، مش هينفع، لازم نسمع حاجه دلوقتي. هتسمعونا ايه؟ انت طلبتي اما براوه بقى، احنا بحبها قوي. ممكن اما براوه يلا.
دايما لما حد يعزف حلو قوي يقولوا ايه بتقول ايه. عايزه اقول لكم انا فرحانه قوي والناس كلها عماله ترقص ورا الكاميرا، وانا شخصيا طبعا صوتي وحش جدا وعماله دندن من حبي في يمكن لخبطتكم ولا حاجه، بس دي حاجه لا اراديه انا ما قدرتش اقاومها بصراحه. طب اهم حاجه ان انت مبسوطه. مبسوطه قوي. عايزه اقول لك على حاجه، انا اي مزيكا اي رقص بيبسطني، وخصوصا كمان بقى زاد الانبساط لما 2 بناتيت صغيرين ونجوم المستقبل وضحكتهم جميله ووجهها حلوه قوي مشرفه، وبيبقوا بيعزفوا حابين الالات قوي كده. انت لو تشوفي شكلك انت وهي وانتوا عمالين تعزفوا انتوا بتحبوا الحكايه. تفرق كتير قوي لما يكون حد بيحب وحد واخدها صنعه. بس برضو قبل ما نسبق بقى نرغي كتير، لا انا عايزه اعرف بس بابا لما كان بيسمعكم والحياه كانت لطيفه جدا وكان زي ما بيقولوا بينظف لكم ودانكم من وانتوا صغيرين، ابتديتوا المشوار ازاي بقى؟ يعني ساعدكم ازاي وعملتوا ايه؟ طه دخلت المعهد، معهد العالي للموسيقى العربيه، ومن هنا بقى ابتدت حب الحكايه وكده. وهي دخلت طه دخلت الاول. طه دخلت الاول، وانا ما حصلش نصيب، ما عرفتش ادخل المعهد يعني. فدخلت المعهد العالي للفنون الشعبيه، قسم فنون الاداء شعبه الموسيقى الشعبيه. فبدرس بقى فيه سولفيج وبيانو، وباخد قواعد موسيقيه، وباخد كل حاجه عن المزيكا في المعهد ده. موضوع الطبله جه بالنسبه لي انا ازاي؟ لما يعني انا كنت بحبها جدا، وبعدين لما تقى قالت لي ان في معهد الموسيقى العربيه في قسم الايقاع في بنات بيدخلوا القسم وبتاع، وفي بنات بتلعب طبعا، فلقيتي ان هو ده مش عيب ان انا قلت الله ده انا ممكن اعمل كده. قلت لبابا بقى، قال لي بس انا خايف بقى يعني تطلع الموضوع مش يعني ايه، مش يعني بعد كده ما تبقيش حباها او كده وترميها بقى او كده. فقلت له لا يا بابا انا هلتزم فيها وهحبها لان انا كنت بحبها. وخدت كورس في الاول مع استاذ زين العابدين، وبعدين لما خلصت الكورس اعتمدت على نفسي بقى عن طريق ان انا بقيت اسمع كتير، وان زمايل اختي في المعهد بقوا يساعدوني، والناس اللي ليهم افضل عليا هم دكتور نجم نبيل دكتور الايقاع بمعهد العالي للموسيقى العربيه، واستاذ سعيد الارتست يعني. طيب يبقى دلوقتي نقول الو. الو يا استاذ سعيد. اهلا بيك. ازاي صحتك؟ الحمد لله. معانا تلميذتك عماله تقول لي فضل عليا ايه رايك في التلميذه الصغنونه اللذيذه دي؟ بس اقول حاجه، ان هو لما عرف ان انا عندي حلقه دعاني في البيت عنده وسهر معايا لحد ما قعد يذاكر لي الحلقه دي ويذاكر لاختي احنا هنعمل ايه. الله. ويعني مفيش حد بيعمل كده يعني، فتح لي بيته عشان خاطر هو استاذ. هو اب واستاذ وكل حاجه حلوه بصراحه. سامع يا استاذ سعيد؟ سامع طبعا. ما كملتش بس. طب وبعدين وبعد كده عملوا ايه؟ مش ما اتغدوا اتعشوا ولا اتغدوا؟ لا بصراحه استاذ سعيد كريم جدا، بتعمل قلقاس حلو جدا. كلتوا ايه قلقاس؟ انا زعلانه منك، ازاي ما تعزمنيش على القلقاس؟ يلا انا جاهز اي وقت. وكان معاه رز بشعريه ولا كان معاه رز بشعريه؟ قاعده معانا كان في لحمه كمان. انا مراتي طباخه درجه اولى، خلي بالك. تعمل بتنجان مخلل يعني يضيع بتنجان مخلل؟ لا 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 ده في شغل عالي. انا زعلانه قوي بقى، مش هينفع الكلام ده. احنا قلبناه مطبخ بقى مش ايقاع. ايوه بس عايزه اقول لك على حاجه، القلقاس عامل شغل عالي جدا وادى طاقه ايجابيه، ويعني بجد انا عرفت السر في القلقاس دلوقتي. ايوه ايه راي حضرتك؟ الله يسلمك، ازاي صحتك؟ كل سنه وانت طيب. الحمد لله تمام، ربنا يبارك فيك يا رب. وهم مجتهدين بصراحه. كانت نسمه او تقى فهي عندي في الكورس فابتدت يعني اهي، لكن هي ممكن تبقى احسن من كده كمان عشان هي بتستوعب بسرعه وعندها الحس الفني، وعندها طبعا عشان اختها طبعا كمان بتلعب قانون. فالايقاع بالذات لما بيعتمد على الودن في المزيكا هيطلع احسن يعني. والعيله فنيه جدا. طبعا صح؟ هم طبعا يعني هم المهم طالما في مزيكا في البيت وبتلعب ايقاع هتحفظ بسرعه، وتقدر كمان
تقول تكنيك اكتر وكده يعني، تشتغل في الطبله كويس يعني. طب حضرتك ما خدتش بالك من موضوع ان ايديها صغنونه ومبقلظه كده؟ يعني ايديها صغنونه جدا والطبله قد كده، يعني حضرتك ما علقتش على الموضوع ده؟ اكيد علقت يعني. لا طبعا بس هي عشان غاويه وبتحب الطبله، فما تفرقش ايد صغيره ولا كبيره. المهم ان تطلع الصوت منها، تطلع الدم حلو والتكه حلو والحركات اللي في الطبله دي، طالما بتطلع صوتهم حلو مش شرط انها تكون صوابعها طويله او. طيب الطبله دي مش رجالي شويه؟ طبعا هي رجالي. لا هي رجالي طبعا. انما لما بنت تلعب طبله بتبقى يعني بتبقى صعبه شويه كمان، بس بتبقى شكلها حلو ان بنت بتلعب طبله. وطالعه موضه دلوقتي ما لما تصوري والله طالعه يعني في بيشتغلوا يحترفوا خلاص، احترفوا الموضوع. عندي كورس بنات كتير واطفال وشباب وكبار، يعني عارفه الطبله دلوقتي واخده وضعها في العالم كله، مهتم بيها كمان اكتر من مصر. فبنات كتير جدا دلوقتي اجانب بيلعبوا على الطبله واساتذه كمان. طيب يعني الاجانب بيلعبوا الطبله واحنا ما نلعبهاش، واحنا اساس الطبله ده حتى عيب في وشنا يعني، صح؟ انا عايزه اقول لك على حاجه انا كنت حابه اقولها في اخر الفقره، بس عايزه اقول لك انا من الناس اللي كنت من هواة الطبله وانا صغيره. عشان كده مركزه قوي في لا يبقى لازم تجربي بقى. والله انا عايزه اجرب، كنت هقول لك اجرب والله العظيم. بص هو مركزه جدا، وبابايا كان بيجيب لي طبله. هاتي بابايا كان بيجيب لي طبله صغنونه وكنت بحاول اعزف وحياه ربنا، بس انا هحاول. سمعينا حاجه كده فضول وحياه ربنا. بس يا رب تيجي معايا، عايزه افتكر. حلوه حتى في مسلسلاتي والله العظيم استغلوا مره ان انا بعرف اضرب على الطبله، وبعدين قعدوا بقى تارا 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 تارا. طب صح ولا غلط؟ لا صح. لا جميله والله صح. حتى المزيكا انت عارفه المزيكا دي كانت اسمها ايه؟ كان اسمها ايه؟ كانت اسمها تقريبا عزيزه او حاجه كده، الحاجات القديمه الحلوه دي. ايوه يعني المره الجايه بقى القانون بصراحه. طب ايه رايك في البنوته تقى والقانون بقى؟ وشفت بسم الله ما شاء الله قعدتها وثقتها في نفسها والابتسامه الجميله بتاعتها. لا تقى بصراحه فنانه واحساسها حلو جدا، ودايما انها بتجتهد انها تحفظ في حاجات وتقعد تشتغل في حاجات، وان شاء الله الاثنين ان شاء الله هيعملوا حاجه كويسه جدا ان شاء الله يعني. يا رب. هم عشان هم بيحبوا الالات، فبكره ان شاء الله هتلاقي دولت يعني مستواهم بقى عالمي يعني ان شاء الله. يا رب يا رب. يعني انا حاجزه من دلوقتي ان شاء الله كده، لما ربنا يدينا العمر وابني بقى يجي يتجوز باذن الله، يعني انا اول واحده هعمل الجديد وهستضيفهم عندي ويسمعوني، وحضرتك تبقى معاهم طبعا. طبعا ده اتشرف اتشرف والله. يا رب يخليك يا رب، وميرسي على تليفونك. ربنا يخليك. وميرسي على تشجيعك لبناتنا. لا ده طبعا الفن ده اصل يعني الحد لما بيحس ان هو في آلة موسيقية وبيحبها، صدقيني لو فضل كده يهتم بيها ممكن توصله يعني حاجه عاليه جدا. بس المهم يحبها ويهتم بيها بس. طبعا. وربنا يوفق الجميع يا رب. ربنا يخليك يا رب، وميرسي على تليفونك. ونسمع حاجه قبل ما نختم فقرتنا. ماشي هنعزف كوكتيل سيد درويش. الكوكتيل ده اعداد الدكتور صابر عبد الستار. اوكي يلا.
هايل هايل هايل، والوقت جري معاكم بسرعه، وانا كان نفسي تعزفوا لنا اكتر واكتر. بس انا بس قبل ما الوقت يخلص حابه بس اشكر الدكاتره اللي تعبوا معايا جدا. ايوه. اول دكتور خلاني احط ايدي على القانون الدكتور حسام شفيق، بوجه له تحيه كبيره جدا وبشكره لان هو تعب معايا. بعد كده خدت كورسات في الاوبرا مع الدكتور صابر عبد الستار، برضه تعب معايا جدا ووقف معايا كتير، يعني كلمه شكرا لوحدها ما تكفيهوش يعني. من ضمن الناس اللي ساعدوني برضه، اللي ساعدوكي برضه، ساعدونا احنا الاثنين فعلا، بشكره جدا يعني، اشكره من هنا لغايه ما اموت يعني. وكفايه ان انتوا عندكم ولاء طبعا لكل الدكاتره اللي دربوكوا، ودي حاجه كويسه جدا برضه. دكتور ماجد سرور برضه قعد معايا كتير، بشكره جدا. استاذ شادي الجندي، دكاتره كتير قوي، اسماء كبيره قعدت معايا وساعدتني في الاله دي، والحمد لله يعني بفضلهم بعد فضل ربنا يعني قدرت اوصل للمستوى ده. بسم الله ما شاء الله، وانتوا شرفتوني النهارده. بنشكر بسمه الهجرسي عازفه الطبله، وتقى الهجرسي عازفه القانون. وبعد الفاصل معانا الطبي، ويلا فاصل. هنا بالتغيير احمد يا اخوانا تعالوا شوفوها.